الفوز ده بيطلع الراحه، يعني يجي لك فرصه اول مره اللي انت تكسب تدخل شلبي، قاعد اقول لا 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 لا، ازاي تثق في واحد زي ده ما بيعرفش يلعب يا جدعان. بيجي لك الفرصه الثانيه لما برضك سامي يضيع، برضك بتضيعها. يجي لك الفرصه الثالثه لما علي جبر مش عارف كان في باين يافطه ورا الجون عاوز يوديها ولا حاجه، برضك بتدخل شيكابالا اللي ساتر ربنا وبيطلعوا الراح. ازاي هعيش اصلا بدون مصطفى فتحي اللي بيضيع برضك بقى قبل النهائي في ماتش السوبر ضربه جزاء، والماتش ده برضك بيضيع ضربه جزاء. الحمد لله يعني ان هو، وكمان الشناوي طلع بيعرف يصد. طب يصد كوره واثنين وثلاثه، انا مش عارف كان بيصدها ازاي يا جدعان والله، لغايه برضك ما تسبب في جون وطلع وهرب من الماتش. مش طول عمره بيهرب من الماتش. الله اكبر على الواد يا ابن الجناح المغربي ده، الرفعه بتاعته بجون، يعني هو بيطلع الكره من رجله عارف هي هتروح فين، هتخش جون ولا مش هتخش جون، بالميزان بيوزنها. واقسم بالله الواد دوت بيوزن الكوره، الله اكبر عليه والله. ناصر ميسي اللي احسن من ميسي ومن نيمار. ناصر منسي احسن من ميسي ومن نيمار، الله اكبر عليه. الحمد لله على المكسب، الحمد لله كان ماتش مهم قوي للزمان.